جيت نشارك معكم واحد اللاير كيك اللي صايبته في مناسبه عيد الميلاد ديال واحد الصديقه. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم لي زيتاب، واخا ما صورتش المراحل كاملين وانما بعض المقتطفات. قلت علاش لا ما نشاركش معكم واخا انا بصح ماشي محترفه، يلا هاويه كيعجبني كنصايب هاد الاشياء. بما انني بغيت نشاركو معكم، فهنايا وجدت لا كريم او بيغ مورينغ سويس بالشوكولا البيضاء. هنايا صايبت لا جينواز ديال الين كوستا، الكراميل المملح اللي سبق لي وشاركته معكم، ودرت في الحشوه الكريمه ديال الماسكاربون. هنايا كنبدا باول طبقه اللي كتكون لتحت. هنايا ضروري كندير المونتاج في المول باش يجي المونتاج اللي زوين ومقاد. خديت هاد لو غولو ديال البلاستيك باش كيجيني ساهل نديموليه. اول طبقه اللي درتها سقيت لا جينواز ديالي بالسيرو ديال الماء والسكر. كما شفتوا معايا انا ما سقيتش الكيك كامل، وانما سقيت غير في الوسط هكذا باش الجوانب كيبقاو شادين راسهم. اول حاجه واول ايطاب باش ينجح معكم الكيك ضروري ما ديروا واحد البودان ديال لا كريم او بيغ اللي كيخليها شاده راسها، اي بحال الشكل ديال البيلي ديال البيلي بلي ديال الدار، يعني بحال الشكل كنديروا البيليات. حتى الكاطو راه عنده بيليات ديالو، يعني هو البودان اللي كنديروه في الجوانب باش الكاطو ديالنا ما يجيش مميل والطبقات كلهم يجيو مقادين ويجيو شكل واحد. هنايا كما شفتوا معايا درت في الجوانب كريمه ديال الزبده السويسريه بالشوكولا البيضاء، ان شاء الله حتى نشاركها معكم. وفي الوسط درت الكريمه ديال الماسكاربون. فبالنسبه للكريمه ديال الماسكاربون فدرت فيها 500 غرام ديال الماسكاربون مع 200 غرام ديال الكريمه ديال الخفق و100 غرام ديال السكر الناعم. خلطتهم مزيان او دربتهم مزيان بالباتور صايي، وكنبدا كنحشي بهم الكاطو ديالي او لاير كيك. هنا الكراميل المملح اللي سبق لي وشاركته معكم، السيده او الاخت اللي بغات هاد الكاطو كانت بغاتو بالنكهه ديال الكراميل، صايبته في الدار وصراحه كيجي اكثر من رائع. هنا كنوضع الطبقه الثانيه. فلا جينواز اللي صايب نتاع الين كوستا تبارك الله جات زوينه. درت لا جينواز ديال 18 سنتيم دو ديامتر اي 18 سنتيم، وتبارك الله جات عاليه وقطعتها لخمسه ديال الطبقات. نفس الطريقه سقيت الجينواز ديالي في الوسط، يعني ما نوصلش الجوانب. كندير واحد لو بودان ديال 2 دورات ديال الكريمه ديال الزبده، يعني ما نديروش غليظ بزاف، نحاولوا نشدوا غير الجوانب. الكريمه ديال الماسكاربون وغادي ندير الكراميل. كنمشي هكا على هذه الطريقه حتى كنكمل الطبقات ديالي كاملين. فبالنسبه للكريمه ديال الزبده صراحه كريمه اللي رائعه، كتجي زوينه وسهله في الخدمه. سبق لي خدمت بها عده مرات وكتجي لذيذه بزاف، بالخصوص الا زدتوا ليها الشوكولا البيضاء. وهي راه يمكن تنكهوها باي نوع او باي شوكولا او باي بخاليني بغيتو تنكهوها بها. ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه بالتفصيل، وهكذا ان شاء الله تجربوها. وتبارك الله راه غلفت بها الكيك، كتعطي الطعم حتى في التغليف وكتجي لذيذه في المذاق، ما كتجيش كتقهم. وحتى الزبده راه كنخدموا بالنوعيه اللي كتكون جيده، يعني ما كيجيش اللوغو ديال الزبده باين. وان شاء الله نشاركها معكم وحتيتنا الاعجاب ديالكم، ونبقاو في الطريقه ديال المونتاج ديال الكيك. هنا تقريبا الطبقه الاخيره ديال الكراميل، وغادي نسد بالطبقه الاخيره ديال الكيك اللي تبقى لي. غادي نسقي الطبقه الاخيره ديال الكيك وغادي نسدو بالسيلوفان ونوضعو في المجمد لمده ساعه او ساعتين كامله حتى كيشد راسو كيجمد. هنا ضروري ما ناخذ الصحن الدوار او اللي غادي نمونطي فيه الكاطو. كما كتشوفوا غادي ناخذ واحد السكوتش وغادي نلويه على راسو ونديرو في الوسط، هو اللي غادي نحط فيه الكيك بورد باش ما يبقاش يتحرك ويعذبني في المونتاج. كما كتشوفوا راه ما كيتحركش نهائيا، صيلصق، وفي نفس الوقت نقدروا نحيدوه بسهوله. هنا خديت شويه ديال الكريمه ديال الزبده غادي نوضعها في القاعده باش نحط عليها الكيك ديالي، باش حتى هو يلصق في الكيك بورد. ومن نبغيو نديرو التوصيل ما كيبوجيش لينا الكيك في هذا الكيك بورد ديالنا.
كناخذ المول وكنقلبوا على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم القاعده ديال الكيك هو اللي كتجي لتحت باش من نقلبوه هي اللي كتجي الفوق، باش الشكل ديالها كيجي مقاد ومسطح من الفوق. كنحيد هذاك لو غولو ديال البلاستيك اللي كنديروه في الجوانب، وكنحيد البابي كويسون اللي كان لاصق في الكيك. كما كتشوفوا معايا شتي فاش كنديروا المونتاج في المول كيعطينا واحد المونتاج اللي كيجي مقاد وكيجي زوين. هنا ضروري ما ناخذوا النيفو ونشوفوا الشكل ديال الكيك ديالنا واش راه مقاد واش راه عوج، باش من نبغيو نديروا الكريمه غادي نقادوه على حسب الكيك ديالنا كيفاش راه. كما كتشوفوا معايا الكيك ديالي راه شويه عوج، يعني ما راهش مقاد 100%. صايي غادي نبدا هنا المونتاج. هنا خديت الكريمه ديال الزبده هي اللي غادي ندير بها المونتاج، او بها اللي غادي نليسي الكيك ديالي. كتجي رطيبه وحريريه وكيجي الشكل ديالها رائع، وحتى اللون ديالها كيجي زوين بزاف. كنبدا من الفوق وعاد كنبقى كنليسي الجوانب. كنقادو الطبقه الاولى ديال الكريمه، يعني واخا كتجي عشوائيه معليش راه غادي ندخلها للثلاجه، بما ان الحال سخون غادي ندخلها للمجمد ولا غير الثلاجه لواحد المده ديال 15 دقيقه. كتشد راسها هاد الكريمه، عاد كنعاود ندير الطبقه الثانيه باش كنفيني الليساج او الكوفرتور ديال هاد لو غاتو. سي هنايا راه كنت خليتها في الثلاجه حتى شدات راسها، وعاد كنعاود الطبقه الثانيه ديال الكريمه. كنبدا من الجوانب، كنوضع الكريمه في الجوانب وكنليسيها غير بلا سباتول. عاد كناخذ هذاك البلاستيكه اللي كتكون كبيره كتشد لينا الطول ديال الكيك كامل، باش كي نليسيو دقه واحده كل الكيك ديالنا كيجي مقاد. وإلا بقاو لينا الحفيرات او التقيبات كنبداو نعمرهم بالكريمه. عاد كنبداو نليسيو وفي نفس الوقت كنبقاو ندوروا الصحن الدوار باش الكريمه ديالنا تجي مقاده. كنستمر على هذه الطريقه حتى كنقاد الكيك ديالي مزيان، وكنعطيه واحد الليساج او واحد الوجه اللي كيجي مقاد بدون شوائب او بدون اخطاء. وضروري ما نعاودوا هذه المرحله 2 حتى 3 ديال المرات. يعني كنديروا الطبقه ديال الكريمه كنعاودوا نكونجوليوها وكنبداو كنليسيو شويه بشويه حتى كيتقاد. يعني راه ماشي ساهل باش تقادوا الليساج دقه واحده، يعني كتعافروا راه كياخذ الوقت. وهذا هو الشكل النهائي. زينته بشويه ديال الذهب، ورق الذهب، وبوشيت شويه من الفوق ومن الجوانب، وزينته بشويه الورد الطبيعي اللي سبق لي وغلفت لي تيج ديالو او العمود ديالو غلفته. وهذا هو الشكل النهائي، نتمنى يعجبكم.